السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله. وسأورد ما أورده الإمام الطحاوي من إشكال على وجه السرعة، ثم أتمم البحث بأسئلة أعرضها على شيخنا حفظه الله. الله يبارك فيك وإياك. أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة. وأورد الإمام الطحاوي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنا. وجه الإشكال الذي يعرضه الإمام الطحاوي هو: لماذا يحرم ولد الزنا من دخول الجنة؟ ولماذا يؤاخذ بجريرة غيره، بل حتى يوصف بأنه أشر من اللذين فعل الفاحشة؟ ولكن عندنا في كتاب الله ما يفيد خلاف ذلك، وأن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، فقد قال ربنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أخوة يوسف: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فهل يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره؟ وكيف يمكننا أن نجمع بين الأحاديث التي تفيد ذلك وبين الآيات التي تفيد خلاف ذلك؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وأخي أحمد حفظه الله أثار الكلام حول حديثين. الحديث الأول: ولد الزنا شر الثلاث، يعني أبوه شرير أمه شريرة، اجتمع الشريران أخرج نبتا شريرا. ولد الزنا شر الثلاث. الحديث الثاني: لا يدخل الجنة ولد زنا. وما ذنبه؟ كما تفضل الشيخ أحمد. أولا عندنا القاعدة المشهورة: ثبت عرشك ثم انقش. لا بد أن ننظر أولا إلى صحة الخبرين، وهل أعلهما بعض العلماء أم لم يعلهما بعض العلماء، والذين النصوص مصادمة أو يمكن توجيهها. فالذي ظهر لي والله أعلم، أنا بعيد العهد بالبحث في الحديثين، أن الحديثين كلاهما ضعيف. هذا من المأخوذ على هذه السلسلة، سلسلة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وتكلم بعضهم، عدد منهم أوردوه في مفاريد سهيل بن أبي صالح أو المستنكر على سهيل بن أبي صالح. وإن سلم ما روي عن عائشة أنه أخبرت بذلك، فقالت: أخطأ أبو هريرة السمع وأخطأ الإجابة. أخطأ السمع وأخطأ الإجابة، تعني أن هذا الكلام قيل في واقعة خاصة، قيل في واقعة خاصة. ذكرني بها لأنها طارت من المخ. أن رجل كان يؤذي النبي صلى الله ولد زنا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هو من طريق ابن إسحاق. نعم، سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. معلول. هو موقوف على عائشة. يقول إن عائشة رضي الله عنها قالت: أخطأ أبو هريرة السمع وأخطأ أبو هريرة الإجابة. أخطأ أبو هريرة السمع وأخطأ الإجابة. لكن ذكرت شيئا مرفوعا إلى الرسول في سنده لا يطمئن. لكن عموما الحديث من المأخوذ على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، وهو مخالف لعمومات كثيرة في الشريعة، والله أعلم. والله قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن أقوال العلماء فيها: يخرج الفاجر من صلب المؤمن كما أخرج ابن نوح من صلب نوح، ويخرج المؤمن من صلب الكافر كما أخرج شعيبا من إبراهيم الخليل من صلب آزر، والله أعلم. شيخنا، معلوم أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، وأن الرجل إذا بنى بامرأة ثم عقد على بنتها فإن المرأة وابنتها تحرمان على الرجل. هذا في النكاح الصحيح، وهو ما يسمونه تحريم المصاهرة. ولكن إذا أنا ما دققت كثيرا في المفاريد التي ذكرتها، لكن عموما نسأل سؤالك. نعم، إذا وقع رجل على امرأة وبدا له أو أراد أن يتزوج ابنتها، أو هو كان متزوج
بامرأة ثم زنى بأمها، هل تحل له زوجته بعد ذلك أم لا؟ يعني هل الوطء المحرم رجل عياذا بالله زنى بامرأة، هل يتزوج بابنتها أم لا؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، ومن أسباب الاختلاف في تفسير النكاح. هل النكاح المراد به الوطء أم النكاح المراد به عقد التزويج؟ الغالب في أمر النكاح أن المراد به عقد التزويج إلا في موطنين حتى تنكح زوجا غيره، والثاني هو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو مشركة. فالذين فسروا النكاح بالعقد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، المراد به إلا ولا تنكحوا ما تزوج آباؤكم، الذين فسروا النكاح بالعقد، وهذا رأي الأكثرين هنا. وابن عباس ورد عنه وليحرر أنه قال لا يحرم الحرام الحلال. يعني افترض أن في شخص عياذا بالله زنى بامرأة وأراد أن يتزوج بابنتها، ابنتها ما عندنا نص يمنعنا إلا أننا نقول إن زواجه بها سيمهد لها الطريق للفاحشة، فالمنع على ما اختاره من أقوال أهل العلم سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة والتمادي فيها. أما في الأصل النكاح محمول في أكثر آيات القرآن على عقد التزويج، والله أعلم. مسألة تابعة لها يا شيخنا، وهو حكم نكاح الزانية، وكيف نوجه قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. لا، المسألة تدخلت كذا مسألة. نعم يعني لا، يعني حكم الزواج بالزانية نعم. هذا يحتاج إلى تفصيل. نعم. هل تقصد زاني يتزوج بمن زنى بها، أو رجل عفيف يتزوج بامرأة زنت؟ قولوا بالله التوفيق. الجواب على السؤالين من باب اللف والنشر. رجل يريد أن يتزوج امرأة زانية تابت من زناها، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. إذا قلنا أن النكاح بمعنى الزواج حصل عندنا إرباك، ما وجه هذا الإرباك؟ الزاني المسلم لا ينكح إلا زانية أو مشركة، سنبيح له أن يتزوج بمشركة ودينه يمنع ذلك، والزانية المسلمة سنبيح لها أن تتزوج بمشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. فإذا فسرنا النكاح بعقد التزويج سنبيح للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة، ونبيح للزانية المسلمة أن تتزوج بمشرك، وعندنا قوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فلذلك أول العلماء الآية فقالوا المعنى الزاني لا يطاوعه على زناه، ففسروا النكاح هنا بماذا؟ بالوطء، لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله، أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا يطاوعها على الزنا بها إلا زان مثلها، أو مشرك لا يرى حرمة الزنا. فأول النكاح هنا ليس بعقد التزويج، إنما أول النكاح بماذا؟ بالوطء، والله أعلم. التنبيه فقط يا شيخنا على قول الشافعي به نختم، يعني بجواز بنكاح الرجل ابنته من الزنا. الشافعي يعني ورد عنه في الأم أنه يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا. إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه،
فالشافعية طبعا بعض الشافعية الذي المتحررين شيئا ما ينفون هذا عن الشافعي، ولكن الكلام ثابت. وابن كثير أيضا يحاول أن يقرر المذهب، لكن هذا المشهور عن الشافعية أنهم يقولون عياذا بالله إذا زنى رجل بامرأة وولدت له بنتا من الزنا فكما أنها لا ترث شرعا إذن يجوز الزواج بها. فعلة الشافعية ماذا؟ أنها ما دامت ليست بنتا شرعية ترث إذن يجوز الزواج بها. فقال له العلماء طيب ابنتك من الرضاعة لا ترث، ابنتك من الرضاعة لا ترث منك، هل يجوز الزواج بها؟ طبعا لا يجوز الزواج بها وهي لا ترث. فكان هذا من الأجوبة على الشافعية في هذا الصدد، كان من الأجوبة على الشافعية في هذا الصدد. ليس كل من لا يرث يصلح به النكاح. نعم. ومن الممكن أن يكون من الأجوبة قصة جريج لما قال للغلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. نعم. أنت نفسك قلت إنها ابنته. نعم. ابنته من الزنا. نعم. فأنت وصفتها بأنها ابنته. نعم. تفضل كمان. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يبارك في صحته وأن يحفظه لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم وحفظكم الله. وادعوا الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة غدا الخميس أنتم إن شاء الله صوم. ويزعمون والعلم عند الله أن رياحا عاتية ستهب على هذه البلاد المصرية مع غيرها من الدول، فنقول الدعاء المشهور ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. والكلام ليس عن المغيب لأنهم يرونها الآن قادمة، يعني رياح قادمة في الطريق، رياح عواصف رملية ليس ظنا ولا علم غيب، هم يقولون هكذا هي مرئية أمامنا. فالشاهد أن الله يصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء، فنسأل الله أن يصرفها عنا وعنكم وعن المسلمين، ونقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سلطها على أهل الظلم والعدوان. بارك الله فيكم. نعم. بارك قل حوالينا من أهل الكفر البحار يا واسمه. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.